اهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ من فتره لما كنت بتكلم على العلاقات بالاهل عموما وان احنا المفروض نقوي علاقاتنا بيهم وغيره، اغلبيه المسج اللي جات لي على الانستجرام وغيره كلها كانت بتتكلم على انه لنا مشاكل وبين الاهل كبيره ومش دايما بنعرف نصلح المشاكل دي، وغالبا بسبب الفرق الكبير قوي اللي ما بيننا وما بين اهلنا وبسبب التربيه المختلفه وكمان الطرق المختلفه في التربيه. ده خلى ما بيننا وما بينهم حاجز، غير ان الوقت اللي عدى او العمر، فارق العمر اللي بيننا وبينهم ده خلى اصلا في حواجز اكبر، غير كمان انهم بيتعاملوا معانا على الحاجات اللي هم مروا بيها في حياتهم وشويه ما بيأمنوش بتجاربنا احنا، وطول الوقت بيفضل عندهم فكره ان احنا لسه صغيرين مهما ان كنا ناس عاقلين او راشدين او حتى حاولنا نبين ده. عشان كده قررت ان انا احكي لكم حاجه النهارده، غالبا امي هتقتلني عليها بعد الفيديو بس مش مشكله، يعني كله يهون. الكل شايف قد ايه علاقتي بامي وابويا، وده شويه بحاول ابينه اكتر انه لازم نكون عندنا طاقه وقدره للتعامل مع اهلنا حتى لو هم مختلفين معانا. فالناس فاكره انه البني ادم ده اتولد في البيئه دي ودي تفكير اهله من الاول، فطبيعي جدا يطلعوا صحاب، بس في شويه مش هي دي الجزء من الحقيقه، الجزء شويه مختلف عن الواقع اللي انتوا بداتوا تشوفوه دلوقتي. يا رب امي ما تقتلنيش. المهم انا كانت علاقتي فتره الطفوله والمراهقه بماما مش دايما الطف حاجه، بسبب ان انا كنت شخص عندي جدا وماما شخص قيادي جدا. على اقل حاجه احنا بنتخانق وبنشد مع بعض على اقل واتفه الاسباب اللي ممكن تحصل في يومنا عادي، وانا كنت دايما بفتكر ان امي شخص مسيطر وازاي ان لا ما ينفعش تتحكم فيا كده، واكيد انا بني ادم وليا حريه رايي وبلا بلا بلا كلام كده كتير. بس لما بدات اكبر شويه وخاصه بعد موت جده، بالاخص كمان بعد ما سافرت وبقيت لوحدي، ايقنت انه الموضوع مش زي ما انا كنت فاكراه ابدا. فاول حاجه، اول ما جده مات حسيت ان احنا كلنا ذكريات في حياه بعض، وانا محتاجه اني اعمل ذكريات في حياه امي، وحسيت كمان قد ايه ان احنا بنروح من حياه بعض بسهوله جدا، فمش مستاهل الموضوع ان احنا نعاند على كل حاجه بنعملها. فوقتها ايقنت ان اهم من الخناق ان احنا محتاجين نبني مكانه في حياه بعض. مع الغربه ومع بدايه المشاكل بتاعتها اتاكدت ان الحياه اصلا لوحدها صعبه وفيها مشاكل كتير قوي، فاحنا مش محتاجين ان احنا نرهق روحنا بمشاكل زياده علينا لمجرد بس ان احنا بنعاند، خصوصا ان الناس دي اصلا موجوده في حياتنا علشان تسهل علينا امور الحياه. فليه ممكن نستخدم التسهيل ده بطريقه عكسيه وفي الاخر نرجع نقول انهم اللي بيصعبوا علينا؟ ممكن تكون طريقتهم مختلفة عننا شوية، بس ده لا يمنع ان وجودهم بيسهل الحياة بشكل كبير جدا، لانهم بينقلوا لنا الخبرة اللي هم عدوا بيها. وفي اللحظة دي ايقنت ان مش المفروض ان انا اللي استنى ان امي تكسر الحاجز اللي ما بيني وما بينها، كان المفروض من الاول ان انا اللي اكسر الحاجز ده، لانه اولا هي اكبر مني، فاكيد فكرة انها تكسر الحاجز مش بسهولة لانها طول الوقت خايفة عليا، فان تكسر الحاجز هو عدم امان ليها لانه ده بيسبب لها خوف وقلق زياده. فهي فاكره ان الطريقه اللي بتتعامل بيها هي الطريقه اللي بتطمنها، فبالتالي مش هينفع استنى انه هي تكسر الحاجز. وعشان انا اكسر الحاجز الموضوع محتاج بساطه شويه وبراعه في التعامل مختلف، يعني ما فيهاش حاجه خالص لو احنا متخانقين مثلا على هدوم عشان انا بحب الحاجات السوداء وده اغلبيه جيلنا بيحبوا وامي بتحب الحاجات الملونه، طالما امي بتدعيني في حاجات في نطاق الحلال والشرع، ايه اللي يمنع من اني اعمل الحاجه اللي تريحها طالما انا هي ما امرتنيش بمعصيه، بل بالعكس هي خايفه عليا جدا وفي نفس الوقت عايزاني ابقى بعيش السن اللي المفروض ان انا اعيش فيه. هل انا هيفرق معايا في حاجه ان انا عاند في نقطه زي نقطه الهدوم مثلا؟ اكيد مش هتفرق. امي بقى دايما كان عندها نقطه، غالبا النقطه دي موجوده عند كل الامهات، كانت دايما بتقول لي يا بنتي طمنيني، قولي لي بس عملت ايه، طب ما نقعد نتكلم، طب ما تحكي لي تفاصيل اليوم. وانا ببقى زهقانه جدا لانك كنت عايشه معايا في تفاصيل اليوم، فانا مش مضطره احكيه من اول وجديد. بس لما بدأت أكبر شوية فهمت إن ماما بتعمل كده علشان تطمن قلبها من ناحيتي وتفهم فعلا إنها ما قصرتش معايا في حاجة. وبرضو فهمت إنه الكلام البسيط اللي إحنا بنبدأ نتعامل بيه مع الوقت بيقلب صحوبية، وحتى الحاجات السر جدا اللي إحنا ممكن نتكسف من صحابنا نحكيها، بتلاقي نفسك تلقائيا بتحكيها لأهلك.
مع الوقت اكتشفت انه مجرد الكلام البسيط اللي احنا بنحكيه خلال اليوم كبر الموضوع وبقت قعدتنا تحلى، وانا بحب اسمع صوت ماما جدا، وفجأة بقى بينا ود ومحبة ما كانتش موجودة طول الفترة اللي فاتت. وحتى امي بدأت تثق فيا زيادة وتستوعب كل حاجة انا بعملها، وما بقاش عندي اسرار اخبيها عليها، حتى تليفوني طول الوقت مفتوح بالنسبة لها. انا نفسي مرتاحة طول ما انا في البيت وجنب ماما، وبقت احلى حاجة بالنسبة لنا انه يجي الليل ومفيش اي حد قاعد معانا ونقعد نرغي في تفاصيل اليوم اللي عدت قدامنا كلنا، او نعمل كوباية قهوة ونقعد في البلكونة، او ننزل نتمشى مثلا ونضحك على حاجات عبيطة جدا. واكتشفت ان القعدة وسط اهلك احلى بكتير جدا من كل القعدات اللي بتقعدها مع مليون حد من صحابك، وان انا كنت حارمة نفسي من ده لمجرد شوية عند. وبعد وقت من قربي بأمي اكتشفت انها احسن صاحب في الدنيا، وان انا من الاول كنت المفروض انا اللي اكسر الحاجز ده، لانه انا الشخص المبهم اللي فجأة جه على حياة امي، مش هي اللي جت على حياتي، ومش المفروض هي اللي تتشكل بتشكيلي، المفروض هي اللي تشكلني بطريقتها. اهم حاجة عايزة اقولها لكم انه ما تحاولش طول الوقت ان انت تكون كتاب مقفول بالنسبة لاهلك، وفي الاخر ترجع تشتكي انه ليه انا واهلي بعاد قوي كده. سهل الموضوع عليهم وعلى نفسك، وقرب المسافات، وابدأوا كسروا الحاجز اللي بينكم. ويمكن ده ياخد منكم شوية وقت مع شوية صبر، بس في الاخر هتكتشفوا ان دول اكتر ناس تستاهل الصحوبية والمحبة والقعدة الحلوة. وهتكتشفوا مع الوقت انه مفيش قعدة في الدنيا احب ولا الطف من قعدة اهلكم معاك. بداية نجاحك هو بداية محبة اهلك ليك، لان دي اول خطوة المفروض تاخدها في حياتك. فعشان كده اعتبر من دلوقتي ان ده تحدي بالنسبة لك، ان انت تكسر الحاجز اللي بينك وبين اهلك، وتبتدوا تكونوا قريبين من بعض وصحاب اكتر من الاول بكتير، وان انت تحاول تفهمهم علشان يعرفوا يفهموك. بعد كل التطورات اللي حصلت اكتشفت انه امي مفيش زيها صاحب، ده اكيد، بس كمان ان دي اصدق علاقة انا ممكن ادخل فيها في حياتي، لانه اهلي هما اللي هيحبوني من غير اي مقابل، ويوم ما هيغضبوا ففعلا هيغضبوا عشاني، وفعلا هيكون نابع خوف من قلبهم بس عشاني. فليه انا بدور بره البيت على ناس تفهمني وناس تصاحبني وتقرب مني وتحبني زي ما انا، في حين ان انا اتخلقت في بيت راضي بكل عيوبي زي ما انا. بس كده وبكده يكون الفيديو خلص، وهسيب لكم الفيسبوك والانستجرام بتاعي في اول تعليق مثبت، وكمان في صندوق الوصف، ومستنياكم تحكوا لي بالتفاصيل عملتوا ايه مع اهلكم، وازاي قدرتوا تكسروا الحاجز اللي بينكم، سواء حاولتوا في ده قبل الفيديو او بعد الفيديو. فهمني جدا اسمع تجاربكم كلها. وبس كده، دمتم بخير، سلام.